السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده مكملين في سلسلة الفيديوهات والرسائل اللي وعدنا حضراتكم بيها. نتكلم النهارده في حلقة جديدة نستهل الحلقة بآية من كتاب الله عز وجل. الآية النهارده في سورة الجمعة. ربنا عز وجل بيقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. دي كانت آيات النهارده. ندخل بعد كده في حلقة النهارده عشان دايما بنقول الدايما ما تجريش بينا. عايز أقول يا دكتور، لو في أنا ريحة عندي في بقي وحشة، هل الريحة الوحشة دي معناها لازم يكون في ضرس مسوس؟ يعني في ناس ساعات ما بتبقاش عارفة، تبقى عايز تروح مثلا دكتور يتأكد لها إن اللي في أسنان مسوسة. أقول لك مش شرط، ممكن ما يكونش عندك ولا سنة مسوسة. لو في عندك ضروس أنت بتكون حاشيها وما فيش ولا سنة، وبرضه في ريحة وحشة بسبب مثلا حاجات بتشربها، مش بتهتم إنك أنت مثلا تغسل سنك قبل ما تنام. حاجات كتير ممكن. عايز أقول لك ساعات ممكن يكون مثلا لو في ارتجاع من الريق نفسك من الهضم او حاجه مشاكل تبع الجهاز الهضمي، فده كله يبتدي ان هو يعمل لك ريحه وحشه. حتى لو ما كانش، مش شرط كل ريحه وحشه معناها ان في ضرس عندك مسوس. تمام. ممكن ساعات تكون مثلا بتشرب سجاير كتير، ليها اسباب كتير يعني. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.